السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني انا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. مبسوطة جدا اني معاكم وان شاء الله القناة تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونقول بسم الله ندخل في الفيديو على طول. بصوا بقى، دي الذرة البيضة العادية اللي هي الذرة المشوية بتتباع بره في الشارع. بس دول مش معمولين يعني مش مشويين، انا هعملهم في البيت. فانا جبت كذا واحدة كده. جبت كام واحدة، 5 وحدات. وهقشرهم وافصصهم كده واللي هسلقه يعني انا هسلقه عشان احفظه في التلاجة. هجيبها كده قطعتها 2. وبعد كده هقعد افصص فيها كده بالسكينة، طبعا بايدي طبعا. لقيت ان هي طرية جدا يعني هتتهري، حتى لو انا فكرت ان انا اسلقها سليمة وبعد كده افصصها بالسكينة. لقيت ان هي هتتبهدل مني، لان هي طرية يعني لسه جديد طري. فقلت اسلقها احسن وهي فصوص يعني كده. فدي اسهل طريقه، يعني بدخل السكينه كده بروح متكيه عليها كده ومطلعها من الناحيه التانية. طبعا ده متوفر دلوقتي في كل حته دلوقتي. ويعني مش غالي، يعني الكوز اللي هو ني كده مثلا ب5 جنيه 3 جنيه كده، يعني مش غالي خالص. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا بفصصه ازاي. طبعا انا بقى هسلقه وهشيله في التلاجة، يتحط بقى مثلا على سلطة، يتاكل كده سويت كورن كده. يعني يتحط في وسط الأكل، حلو قوي. طبعا على فكرة هو الفيديو متسرع، بس أنا يعني بقاوح فيه برضو، مع إنه طري بس لازم برضو بقاوح فيه. كنت خايفة السكينة تخش في إيدي بصراحة. بصوا هنا، بصوا يعني جامد جدا، أنا بتك عليه. هفصص دي بقى لوحدي كده يعني معاكم، وبعد كده هفصص الباقي لوحدي ونشوف هنعمل فيه ايه بعد كده. كده انا عملت بقى دول كده اهو، فصصتهم. ودول بقى انا هسلقهم هم سلام كده، انا عايزاهم في حاجه يعني. ودي هشويها عاديه، يعني اللي هي على البوتاجاز زي ما بنجيبها من بره بالظبط. دلوقتي في الحله دي حطيت فيها، عصرت فيها ليمونه مضة حفظ يعني. وحطيت فيها معلقه سكر ومعلقه ونص معلقه ملح. وهنزل فيه كده. هو المفروض دلوقتي احط لهم كركم، بس انا لحد ما هخلص مش هنسى احط لهم كركم، يعني هحط لهم كركم بره التصوير. احط نص معلقه صغيره. هي دلوقتي قعدت بالظبط 7 دقايق. ورحت قافله عليها. واحط بقى دول اللي انا عايزاهم مش مستويين قوي، يعني مش مهريين خالص. وهقفل عليها بقى كويس، بس ههول الغطا كده شويه وهسيبها لحد ما تبرد خالص. دلوقتي بقى انا بشوي دي، حطيت طبعا فيها لان ما كانش فيها دراعات، الدراع بتاعها كان مكسور. العصايه بتاعتها. حطيت فيها الشوكه كده، وبدات ان انا حاجه بسيطه كده الفها على البوتاجاز لحد ما يطقطق كده ويستوي خالص وياخد لون. بس بفضل زي ما انتم شايفين كده، افضل اقلب فيه كل شويه. كده لحد ما ياخد لون بقى كده، والاقي كده معظم الحبوب طقطقت كده وفرقعت كده. وكده شكله بعد ما خلص خالص. هنا بقى هعمل اللي هو السويت كورن. حطيت معلقه زبده. لازم تبقى معلقه زبده، بتديله ريحه خطيره. وحطيت عليها يعني حوالي 3 معالق كده. يعني الكميه مناسبه، يعني هحط دلوقتي شويه كمان. واقعد اقلبه بس تقليبه بس بسيطه كده، يعني ياخد من طعم الزبده بس. هحط بقى دلوقتي معلقه كمان. وهقلبه بس تقليبه بسيطه خالص. بعد كده هحطه بقى في الكاسه، احط عليه بقى شويه ملح وفلفل اسود وبابريكا. شوفوا البهارات اللي انتوا عايزينها، في كمون، في اي حاجه، شوفوا انتوا عايزين تحطوا عليها ايه. واحط عليها حبه جبنه، يعني تشكيله جبنه كده صغيره. واحط عليها، كان عندي دريتوس. طحنته كده بسيط كده ورحت حطاه فوق منها. وحطيت عليها رشه كاتشب بسيطه، ممكن احط مايونيز مستردة اي حاجه. اي طعم بيخليها حلوه، يعني بيخليها طعمها بصراحه حلو قوي. وعصره ليمونه.
يعني حطيت عليها عصرة ليمونة صغيرة كده، خليتها في حتة تانية خالص. كانت من غير عصرة الليمونة دي كان طعمها مش حلو، لما حطيت الليمون بقى بصراحة تجنن. بص شكلها بقى عامل ازاي. ودي بقى طبعا الذرة المشوية، ودي بعد ما اتسلقت تتاخد منها الكمية المناسبة اللي انت عايزاه وخلاص. انا خدت منها على فكرة برضو دلوقتي. بس خطيرة. كده يكون خلص الفيديو. لو عجبك الفيديو متنسيش تدوسي لايك، تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.